انت من النوع اللي بيضحك عليه بكلمتين، صح؟ اول لما حد يقولك يا حبيبتي ويا روحي يبقى خلاص الحد ده هو حبيبك والحد ده هو احسن حد في الدنيا، صح كده؟ طب ليه؟ ده انت المفروض ست واعيه وعاقله وناضجه. مفيش ست بيضحك عليها اليومين دول. وفي حد بنسمع كلامه من ودننا؟ لا. انسي موضوع ودنك ده خالص، خلي موضوع ودنك ده اخر حاجه ممكن تسمعيها واخر حاجه ممكن تمشي وراها. انا شغل ده، سيبك من دي، شغلي ده. بمعنى مش كل اللي هيضحك في وشك هو بيحبك، وكل اللي هيقولك كلمة حلوة هو بيحبك، ولا كل اللي هيتعامل معاكي مرة مرتين كده كويس هو بيحبك. هتقوليلي طب ازاي بقى، يعني حتى اللي بيعاملني كويس كمان ما بيحبنيش؟ ما بيحبكيش. عارفة ليه؟ لان طول ما احنا كويسين مع بعض وطول ما المصالح شغالة احنا حبايب. لكن اول لما يحصل مشكلة، واول لما يحصل ازمة او ظرف معين، ساعتها بيبان اللي قدامك. بمعنى انا ما بصش على الاطار اللي بره. احنا مشكلتنا ان احنا عاطفيين شويه. ازاي بقى الكلام ده؟ يعني احنا بيتقال علينا ناقصات عقل ودين، ليه؟ عشان احنا عندنا حته العاطفه اكتر شويه من العقل. ما بنحكمش دماغنا بزياده. احنا دايما بنتصرف حسب ايه؟ قلبنا. انا مسافه ما حد يقول لي يا حبيبتي، مسافه ما حد يقول لي ده انتي يعلم ربنا انتي اكتر من اختي، ده انتي روحي روحي روحي، خلاص اقول بس الست دي بنت حلال والست دي بتحبني، والراجل ده انسان كويس جدا مفيش منه اتنين، ده الناس دي بتتعامل معايا كويس. جربتيهم وقت زنقه؟ جربتيهم وقت ازمه؟ جربتيهم وقت لما تقعي وتحتاجي حد وما تلاقيش حد يقف جنبك؟ جربتي الناس وقت المحن؟ هتقولي لا ما جربتش. اقولك يبقى معرفتيش حد. انا محكمش على حد طول ما احنا كويسين، محكمش على حد وقت الفرح، وقت الافراح ووقت العزايم ووقت الكركر والهقهق والكلام ده كله بتلاقي الكل جدع قوي، وبتلاقي الكل موجود، وبتلاقي الكل واقف جنبك، وتلاقي الكل مقضيها ابواس واحضان وانتي مفيش منك اتنين. لكن وقت لما بتقعي مش بتلاقي حد، مش بتلاقي حد غير الجدع بس. اللي هتلاقيه وقت الزنقة ده اعرفي ان هو ده بقى ابن الاصول، هو ده اللي يبقى بيحبك بجد. ما تمشيش ورا ده، ده بيخدعك. شغلي ده، فكري، افضلي طول ما انت قاعده حللي المواقف. يعني ايه احلل المواقف؟ هو انا واحده فاضيه بقى اقعد افكر واصطاد للناس الاخطاء؟ انا ما بقولكيش اصطادي للناس الاخطاء، انا بقولك حكمي عقلك عشان تقدري تتعايشي بعد كده. حكمي عقلك عشان تقدري تفهمي اللي قدامك. حكمي عقلك عشان تقدري تستنتجي ردود فعله. انا ممكن من نظرة عين اللي قدامي افهم هو كويس ولا لا، افهم هو بيحبني ولا لا، افهم هو نيته صافية ولا لا. طب ما انا ممكن اكون حد ساذج وغلبان وعلى نياتي. مفيش حد بيفضل ساذج على طول. من الغباء ان انا افضل ساذج دايما، من الذكاء ان انا اطور من نفسي. غلطت مرة اتعلم في التانية، غلطت الاولى والتانية اتعلم في التالتة، غلطت في التلاتة الاولانيين معلش ما يقع الا الشاطر اتعلم في الرابعة. لكن ما ينفعش ان انا افضل اكرر نفس الغلط. اوعي، اوعي، ده المفروض لا يلدغ المرء من جحر مرتين. شغلي دماغك، ركزي، شوفي مين بيتكلم عنك، شوفي مين بيسمع كلامك، شوفي مين بيقف في ظهرك. مش شرط انه بيسمع كلامي في الصح والغلط، لا، انا لو حد بيسمع كلامي في الغلط يبقى الحد ده ما بيحبنيش، الحد ده ما بيقدرنيش، الحد ده ما بيدورش عليا، الحد ده ما بيدورش على مصلحتي، الحد ده ما بيخافش عليا. لا، انا عايزه حد يدور عليا، عايزه حد لما اغلط يقول لي انت ازاي تعملي كده، انت ازاي تغلطي كده، انت ازاي تكملي في الغلط ده، انت كده حد مش كويس. ويوم لما اجي اقف واقول له لا انا مالكش دعوه بيا ومالكش حكم عليا، يقول لي ازاي ماليش حكم عليكي؟ غصب عنك تسمعي كلامي. في مثل بيقول ايه؟ يا بخت من بكاني وبكى عليا، ولا ضحكني وضحك الناس عليا. طول ما انت بتقف في وشي عشان مصلحتي انت راجل محترم، انت ست محترمه، انت صاحبه جدعه، انت اخت ما تتعوضيش. وبعيدا عن كل ده انت مش هتلاقي حد يخاف على مصلحتك قد اهلك، ده طبعا احنا متفقين عليه. يعني صاحبتي اللي الاقيها معايا على الحلو وعلى المر اقول لها يلا نعمل الكارثه تقولي يلا انا لابسه وجاهزه مستنياكي، ابعدي عنها، صدقيني.
صاحبتي اللي تلاقيني بتكلم عن حد بطريقة مش كويسة وتجاريني في السكة دي، ابعدي عنها. هتقولي طب ما انت اللي بتتكلمي اصلا، جايه دلوقتي تعيبي في الناس ليه طالما انت اللي بتتكلمي؟ هقولك يا ستي انا غلطت، محتاجه حد يقومني، محتاجه حد يقول لي انت غلط، محتاجه حد يقول لي ما تعمليش كده تاني، محتاجه حد يقول لي صلحي من نفسك، عدلي من نفسك، طوري من نفسك، انت جواكي نضيف وجواكي كويس، تعمليش كده تاني. اصل الصاحب ساحب. انا لو انا بدأت في الغلط ولقيت اللي قدامي مجاريني فيه، هكمل وهستمر على الغلط وهفضل في الغلط ده على طول. لكن انا لو لقيت صاحبتي اللي معايا اجي اقول لها نعمل الغلط، قالت لي لا انا مش معاكي، ولو عملتي ده انا مش هعرفك تاني، هقف واعمل ستوب، هعرف ان انا بعمل حاجة غلط، مش جايز يكون دماغي ما اشتغلتش كويس، فبالتالي انا مش عارفة ان ده غلط، مش مدركة ان ده غلط، مش مقدرة حجم الغلط اللي انا بتكلم فيه. وبعدين دايما الطرف التاني بيشوف اكتر من اللي في المشكلة نفسها. بمعنى انا ممكن اقعد احلل حاجات وافكر واعمل واسوي ومتخيلة ان انا بعمل كل حاجة صح، بس انا مش باصة للابعاد التانية، انا مش متخيلة ان اللي انا بعمله ده كارثة، انا متخيلة ان ده صح وان ده تمام، ده انا حتى فكرت ولقيت ان اللي انا عملته ده هيحصل بعدها واحد اتنين تلاتة وكلها حاجات خير جدا وحاجات صح جدا. ده من وجهة نظري، ده من وجهة نظري انا بس، عشان انا بس ليا مزاج للحاجة دي. لكن انا لو قعدت بقى كده في الكرسي بتاع الطرف التاني وقعدت حللت القصة واحد واتنين وتلاتة واربعة ومسكت الموضوع من A to Z، من ألف لحد الياء، وحللت الدنيا كويس جدا بالمنطق وبالعقل وبالأصول وبالصح وبالغلط وبالحلال وبالحرام، هلاقي نفسي وصلت لنتائج تانية خالص غير النتائج الأولانية. هلاقي ان انا كنت غلطانة، هلاقي ان صاحبتي اللي شجعتني على الغلط دي مش صاحبتي، صاحبتي اللي قالت لي يلا انا معاكي مش صاحبتي، دي واحدة مش كويسة، دي واحدة ما بتحبنيش، دي واحدة ما بتدورش عليا، واحدة ما بتقدرنيش، تبقى واحدة ما تلزمنيش، زي ما احنا قلنا قبل كده ان اللي ما يقدرنيش وما يحترمنيش وما يدورش عليا ما يلزمنيش، ده احنا قلنا فيه قصة قبل كده. طيب انا دلوقتي سعيت ودورت وعملت الغلط، يا ستي كلنا بنغلط، كلنا بنغلط، اصل احنا مش ملايكة، احنا بشر، عادي جدا ان احنا نغلط. طب انا دلوقتي صاحبتي لقيتني غلط، تقومني، تفضل ورايا لحد ما اصلح الغلط اللي انا غلطته، مش نظام كبري دماغك انت شاغله بالك ليه، عادي يا ستي ما كلنا بنغلط، كملي كملي عادي محدش هياخد باله. اوعي اوعي تكملي مع البني ادمه دي تاني يوم، اوعي. وكذلك برضو البنوتة الصغنونة الجميلة كده اللي تلاقي واحد ابن حلال بيضحك على دماغها وانتي حبيبتي وروحي وقلبي، وهي بما انها يعني عيلة غلبانة ولسه صغيرة ولسه مش فاهمة حاجة، ده بيحبني جدا، ده بيموت فيا، ده يا خرابي ما بيشوفش في الدنيا غيري، ده قليل الادب وبيضحك عليكي. هو لو بيحترمك هيلف لفة تانية خالص ويدور على اهلك فين، هيحافظ عليكي، مش هيخليكي تعملي الغلط، مش هيخليكي تعملي حاجة من ورا اهلك اصلا. فكري دايما بعقلك قبل ما تتصرفي، قبل ما تتصرفي. انا دلوقتي حد كبير ناضج عاقل فاهم واعي، بيعرف ازاي يتصرف، بيعرف ازاي يتكلم، بيعرف ازاي يتعامل، يبقى بالتالي اعرف ازاي افكر. ما ينفعش ان انا ابقى حد منساق ورا ودني، زي ما اتفقنا ان ودني ما بتقولش الحقيقة وعيني ساعات ما بتقولش الحقيقة، بس ده اغلب الوقت بيقول الحقيقة. طول ما انا بشغل عقلي، طول ما هو بيدلني على الصح، طول ما هو بيدلني على الخير، طول ما هو بيدلني على الحاجات اللي انا ممكن اكون عايزة اتغاضى عنها. اصل قلبي مش عايزني اشوف الصح من الغلط، لكن عقلي غصب عنه شغال شغال، احنا بشر ربنا كرمنا بعقلنا. اوعي تمشي ورا قلبك وتركني عقلك، اوعي تمشي ورا ودنك وتركني عقلك، اوعي تمشي مع الصحبة اللي مش كويسة، اوعي تأذي نفسك، اوعي 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 اوعي. خليكي دايما بتفكري لقدام، بتفكري لمصلحتك، بتفكري للحاجة اللي تفيدك، وخليكي دايما معايا وانا هقولك اللي يفيدك. مستنياكي معايا دايما. باي باي.